رحت بيت اخويا لقيت مراته لابسه طقم دهب جديد وبتقولي باركيلي اخوكي جابهولي. قلت لها مبروك ربنا يهنيكي، بس من جوايا زعلت قوي لاني كنت محتاجه الفلوس، ولما طلبت منه قال لي مش معايا وضعي صعب. وانا مش بطلب منه صدقه، ده انا بطلب حقي في ورث من اهلي. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش اعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. رحت اتكلم معاه وقعدت بيني وبينه. قلت له يعني انت بتقولي مش معاك فلوس ورايح تشتري لمراتك طقم دهب؟ لقيتها فتحت الباب وكانت بتتصنت علينا، وجت تزعقلي وبتقولي انتي جايه تحسدينا، ومسكتني من ايدي وطلعتني برا البيت. زعقت معاها وقلت لها ده بيت أبويا ولايا فيه زيكم. راح أخويا مسكني من شعري وضربني ورماني برا البيت وقفل الباب في وشي. روحت وأنا منهارة، وجوزي أول ما شافني اتجنن، وحكيت له كل اللي حصل. راح كلم أخويا وقال له أنا عرفت المشكلة اللي حصلت بينك وبين أختك، وحقك علينا، وتعالى عندي علشان أخليها تعتذر لك وتبوس راسك كمان. المهم أخويا جه هو ومراته، وأول ما دخلوا بيتي جوزي هجم على أخويا وضربه، وبعدين سحبه ورماه برا البيت وقال له أنا كده رديت اعتبار مراتي.